الفرق بين بيزنس بيكبر في سكوت وبيزنس تاني غرقان في العمليات اليومية. عايزين نعرف نحل الموضوع ده ازاي، وايه المخ او الأداة اللي بتمثل المخ في الموضوع. خليك معايا للآخر وهنعرف، وانت اللي هتقول بنفسك الأداة اللي انت بتستخدمها عشان تكبر البيزنس بتاعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم. احنا في ثالث حلقة للأدوات وربطها بجسم الذكاء الاصطناعي اللي احنا مثلناه، وهي المخ او هو المخ او التفكير اللي هو بياخد قرارات. أداة بتاخد قرار معاك، ودي المحرك الأساسي للنظام الذكي. طيب نيجي في الأدوات. إيه هي الأدوات اللي بنستخدمها في الموضوع دوت أو بتأدي وظيفة المخ في جسم الذكاء الاصطناعي زي ما احنا مثلناه اللي موجود عندنا فوق في الصورة؟ بنقول هما أداتين: تشات جي بي تي اللي احنا بنتكلم معاه، بس احنا مش بنتكلم معاه بس، احنا بنفكر معاه، بناخد منه خطط، بناخد منه رسم المستقبل البيزنس بتاعي او حل المشكلة وقع معايا دلوقتي. طيب في أداة تانية اسمها جاسبر، ودي برضو أداة مش مجرد ان هي بتكتب كلام، بس هي أداة بتفهم سياق الشغل بتاعك. انت بتشرح لها البيزنس بتاعك وهي بتبدأ تولد أفكار تسويقية وأفكار تشغيلية، وبتحل لك المشاكل المعقدة في ثواني. فالمخ أو التفكير في أدوات الذكاء الصناعي مهم جدا للبيزنس، ومهم جدا لرواد الأعمال، ومهم لكل شخص. دلوقتي بقينا بتفكر مع الشات جي بي تي او ويسبر. اوكي، فالأداة دي مهمة جدا. طيب نقدر نستخدم الأدوات دي كبداية بالنسبة للشات جي بي تي وويسبر للانتربرايز والشركات. طيب نعرف إن شاء الله خلال الويبينار النهاردة الساعة 10 مساء بتوقيت